وبعدين تقول لي ايه حكايه الانبابوله ده؟ انبابوله ده عباره عن، اسميه ايه مش عارف، ممكن اسميه انجيل بحاله، انجيل معلن للعالم. ما هو احسن لما المسيح يقول اسهروا كل حين، صلوا كل حين ولا تملوا، واوعظك وعظه. انا شخصا ما بسهرش كل حين، يبقى بوعظ وعظ كذب. لكن النهارده لما اقول لك على الانبابوله السايح ده اللي كان بيفكر في ربنا ليل ونهار، يبقى بوعظك وعظه عمليه بحقيقه، دي ما فيهاش كذب، دي وعظه صدق. لما اقول لك على ان الانسان يترك كل امواله ويمشي ورا ربنا، انا ما تركتش ومشيت ورا ربنا. لكن لما اقول لك الام انطونيوس تقول ده الانجيل ده. فالناس دول سابوا لنا انجيل. لما اقول لك الواحد يحب ربنا اكتر من نفسه، انا ما جربتش ان انا اموت من اجل المسيح، لكن اهو قدامك ماري جرجس اهو. تبص تلاقي القديسين دولت في مجموعهم كده كونوا حاجه اسمها الانجيل المعلن. ربنا ينفعنا ببركه الانبابوله، الانجيل المعاش اللي منه ذاع الصبر والطهارة والمحبة اللي بلا رياء والاحتمال والسهر والصوم، وأصبح إنجيل معاش في وسطينا بناخد بركته، وتفضل سيرته منورنا الطريق قدامنا. لإلهنا المجد الدائم أبدا آمين.